روح يا معلم. انا عايز اقول لكم بقى يا جدعان، قبل ما ادوق اي حاجه، احنا دلوقتي في درب المصطفى في باب الشعريه عندي نادر بقالة الاحفاد. تمام كده؟ تمام كده. الراجل ده بيعمل حاجه بسيطه جدا. ايه هي؟ زي ما انا مبلوجه للغلابه فهو برضو بتاع الغلابه. على الغلابه والله يا اخي. ممنوعات ممنوعات يا صاحبي. انا الفاجر، انا القادر، انا المطرقه، انا متأيد مكشر. وعايزك بقى تتخيل معايا محل عمره 60 سنه هيعمل لك طبق مش عامل ازاي، وخصوصا ان نادر وارث الشغلانه ابا عن جد، وبيحب جدا انه يخدم دايما الحاجه اللي بيقدمها. ولو هنتكلم عن الغلابه فهو بتاع الغلابه، لانه بقى بيبيع الطبق اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت بيبدا من اول 10 جنيه، وحصل وبيحصل قدام عيني ناس قدام عيني بالظبط بتطلب منه ب5 جنيه جبنه. وده غير بقى سندوتش الجبنه العجيب اللي بيعمله مع شويه تاتشات غريبه كده وعجيبه منه، بيبدا من اول 5 جنيه، ولو زودت عليه بضايه كده هيكلفك الحوار كله 10 جنيه. يا بلاش عندك يا ابو نادر. وطالما بقى قلنا جبنه بمش يبقى البصل لازم مع المش. مش بقول لكم اخوكم نادر يلحق جوعنا في الوقت الضايق. عامل ايه يا عم حسام؟ والله زي الفل. يعني حسام مانو اخويا. يعني باب الشعريه اخويا. وادب باب الشعريه. عمنا. نسمع الكلام ده عشان خاطر المعلم نادر. تعالى هيعجبك، هنا محلاتك وهنا اخواتك. اخوك احمد زبابه باب الشعريه. تعالى 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 هيعجبك. سندوتش وسندوتش عليه هديه عشان خاطر اخويا حسام مانو. حبيبي عشان يابا. خاطر اخويا حسام مانو. سندوتش عليه سندوتش هديه. سندوتش وعليه سندوتش هديه. بالصراحة. ويلا هقول لك على حاجه، 5 سندوتشات عليهم ازازه كنز هديه. ودي يا المعلم نادر بيضحي، المعلم نادر بيضحي. وزي ما قال لك احمد زبعبع 5 سندوتشات عليهم كنزايه هديه، وكل سندوتش واحد عليه سندوتش هديه. والعرض ده بقى لجمهوريه ماما، اي حد يروح عند نادر في باب الشعريه في درب المصطفى هيتعمل معاه فوق الصح. والفكره في الموضوع بقى ان عند نادر الست والدته ربنا يخليها، لانها بتعمل اكل للمحل كله في البيت، وبتنزل الاكل على طول في المحل. يعني ما شاء الله هتاكل لقمه 100% مصريه. وده طبعا بقى طبق الرنجه المميز عنده، وعن نوع الرنجه بقى اللي بيستخدمه في الطبق او في السندوتش. ده زي ما عمل لك طبق الرنجه هيعمل لك طبق البطروخ، شويه الطحينه مع عصره الليمون، وينزل لك بقى بحبه البابريكا مع شويه البطارخ الناشفه. وده غير بقى انه بيعمل لقطه جميله جدا مع رغيف العيش اللي بيجي له يوميا صابح، لان الناس تاخد الرغيف من بره المحل وتخش له تعبي له اي حاجه ب5 جنيه. وتعالى اقول لك بقى على تركايه جميله قوي، وهي الوحيده اللي خطفت قلبي عنده، ان اي سندوتش في الحلو والحادق عنده بينزل في التوستر. ولان عايز اقول لك حركه التوستر دي بجد طلعت روعه، لانك بتاكل فينو كريسبي مع حشو سايح من جوه، وعنده ميكس جبن وجبنه كيري وجبنه موتزاريلا وسجق بلدي وكبده وجبنه كيري وبسطرمه. وعايز اقول لسيادتك بقى ان كل ده حماده واللي جاي حماده تاني، لانه السكالانس عنده بقى مختلف وعلى ابو قديمه قوي. وده غير بقى ان عنده طواجن مكرونه بالكبده وطواجن مكرونه بالسجق، والحاجه كلها بتنزل من عند الحاجه في البيت لحد المحل. وده غير بقى طبق البلوبيف الجامد ده، وللتحليه بقى فاقسم لك بالله ان طبق الرز بلبن ده مش هتاكله في حته تانيه. وده غير بقى شريكه اسلامي اللي واقف جنبيه بعربيه فول وطعميه. انا عايز اقول لك ان اهل منطقه باب الشعريه يوميا بتفطر عند نادر. ولما سالت نادر بقى نفسك في ايه، رد عليا وقال لي نفسي افتح محل كبير اعمل فيه كل الاصناف وما زعلش حد مني، وهشتغل برضه من اول ال5 جنيه لحد ما لا نهايه. كده يا عم حسام، لما عرفت انت بتاع الغلابه اوعى فقلت اتصل بيك ان انا ده بتاع مش يا الغلابه. ريس ها؟ اه يا معلم، بس بص الناس كلها بتعمل مش، بس في تاتشايه كده لازم احطها لك. تاتشايه على المش؟ ايه ده؟ ابعتها له يا معلم. ده نص ليمونه. ابعتها له. ايه دي؟ ايه ده؟ بجد نقل المش في حته ثانيه بامانه. وطبعا غير بقى الكلام ده كله، طبعا الكلام دوت هنا عند شريكه اسلام. تمام، اسلام هناك اهو، بص عمال يحش وسيبنا اهو، بص اهو.